بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كشري مصري. زي ما انتم شايفين كده انا سلقت المكرونه الاسباجيتي والمكرونه الصغيره دي، وبعد كده كنت نقع العدس بجبه، نقعته ساعه او ساعه ونص، وبعد كده ولعت عليه اهوت عشان اسلقه، وطبخت الرز اهوت معاكم. خليه كده مفلفل، اسيبه بقى يتردد. وقطعت البصل، قشرت البصل وقطعته، هقطعه بقى شرايح كبيرة عشان احمره. زي ما انتم شايفين كده ديت المكونات كشري المصري اهوت، المكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره، وقطعت البصل عشان احمره. وهسلق بقى العدس بجبه اهوت. اول ما العدسية تستوى بطفي عليه واسيبه شويه في الميه كده، الميه السخنه بتاعته. والبصل اهوت هحمره اهوت، حمر البصل. وبعد كده بقى هعمل الصلصة بفص توم، وهعمل الصلصة، واحط بقى البهارات اللي انا عايزاها بحطها. عرفت الرز اهوت عشان يبرد، وحطيت المكرونة برضو اهي تبرد، واحمر بقى البصل زي ما انتم شايفين كده. حمر البصل اللي معايا اهوت. وهعمل الصلصة، هعمل صلصة كده على قد اللي هياكل اهوت زي ما انتم شايفين كده. والرز خلاص، العدس بجبه خلاص استوى اهوت، هطفي عليه. والصلصه هعملها كده بفص توم. هعمل 3 معالق صلصه كده على قد اللي هياكل عشان تبقى سخنه اهوت. ده البصل وده الرز وده المكرونه، كل حاجه جاهزه اهيت. والعدس اهو خلاص استوى خلاص اهوت. هغسل العدس، هصفي قصدي العدس الميه بتاعت اللي انا سلقاها فيها. وعملت فص توم، وده الليمون اهوت، عصرت 4 ليمونات. وعملت برضو دقة. الرز استوى وكل حاجة معايا جاهزة خلاص. وبكده اكون عملت الكشري معاكم اهوت. حطيت الصلصة اهوت، وعرفت الرز والعدس اهوت، وحطيت الليمون. عجبكم الفيديو؟ يا ريت ما تنسوناش باللايك. مع السلامة.